القصة بدأت لما نقلت في الشقة الجديدة. بالظبط الشقة كانت في الدور التالت، عمارة قديمة، شارع هادي، كانت كل حاجة طبيعي. بس أول يوم كنت حاسس إن المكان بيبصلي. يعني تعرف الإحساس لما تبقى داخل مكان وحاسس إن في شخص وراك عمال يبصلك، وإنت أول ما تلف وتشوفه وما تلاقيهوش، هو نفس الإحساس ده بالظبط. أول ليلة وأنا نايم لقيت صوت خطوات بيقرب جدا، بس الصوت ده كان في الشقة اللي فوقينا، فأنا قلت يمكن جارنا أو مثلا قطة حاجة زي كده. بس لما لقيت إن الخطوات دي جت وقفت فوق أوضتي بالظبط، يعني فوق دماغي كده ووقفت. تاني يوم قررت أفتش البيت كويس. دخلت المطبخ لقيت باب صغير وشكله قديم جدا، أكنه كان مقفول من سنين طويلة. فتحت الباب وبشد الباب بفتحه، الباب عمال يزيق وصوت صعب جدا. ببص اول ما فتحت الباب لقيت سلم نازل لتحت، وشكله يا جماعة ضلمة جدا. من غير ما افكر طلعت تليفوني وشغلت الكشاف ونزلت على السلم، واول ما وصلت تحت التليفون فصل. مش فصل اللي هو فصل شحن، لا، طفى لوحده. واول ما نزلت تحت يا جماعة شميت ريحة كانت وحشة جدا. وانا واقف سمعت صوت نفس من ورا نفسي، يعني انا بتنفس اسمع صوت نفسي تاني بيتنفس. كنت منور الكشاف بتاع تليفوني تاني بسرعة وبنور على الحيطان، لقيت مرسوم رسومات وحاجات غريبة وناس مرسومة بدون ملامح. رجعت اجري على فوق، قفلت الباب ده بالمفتاح. بس من يومها كل ما الليل يخش الاقي الباب ده اسمع صوته عمال كأنه عمال يترعش كده، وصوت تنفس جاي من عند الباب. والاسوأ ان انا كل ما انام اصحى الاقي رسمة جديدة على الحيطة بس مرسومة عليها وشي. كنت فاكر اني بتخيل، بس لحد امبارح الساعة كانت 3:47 بالظبط سمعت صوت الباب ده بيفتح. فانا خرجت من اوضتي وجبت سكينة ومسكتها ودخلت عند الباب. ببص على الباب لقيت نور صغير طالع من تحت الباب. والله العظيم وانا ببص شفت ايد طالعة من الضلمة ماسكة الموبايل بتاعي وبتصورني وانا نايم. من ساعتها وانا ما بنامش في الشقة دي. بس النهاردة وانا بصور الفيديو ده الباب اتحرك لوحده.